مساء الخير وفيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن اقتصاد الولايات المتحدة وخطتها الماسونية الكبرى عشان تتخلص من ديونها على حساب شعوب العالم. الفيديو ده مهم يا حضرات لأنك هتسمع فيه كلام اقتصادي خطير مش هتسمعه في أي من وسائل الإعلام، وياريت تجهز قهوتك الرايقة وتسمعني بدقة لأنك هتستفاد جدا من الكلام اللي هنقوله. ويلا بينا نبدأ. أمريكا دلوقتي يا سادة بتخطط لأنها تنصب على العالم كله وتسرق ثرواته وتلبسه الديون بتاعتها كمان. اللعبة اللي بتحصل دلوقتي يا سادة مش هتكون بسيطة، لأنها لعبة خطيرة، ومش هتكون بين الدول وبعضها فقط، لأن خلاص اللعبة حاليا بتتلعب على الكوكب كله. ويوجد خطط ماسونية حديثة مرسومة من شهور معدودة، والهدف منها إن العالم كله يشيل ويتحمل ديون أمريكا، واللي بتمر حاليا بواحدة من أخطر الأزمات المالية في تاريخهم الحديث. حد من حضراتكم هيسألني طب إزاي هيحصل الكلام ده؟ هقول لك الله ينور عليك، هي دي الأسئلة. والإجابة يا صديقي إن من يومين كده جريدة الإيكونوميك تايمز نشرت تقرير كان تأثيره على الرأي العام والأسواق في أمريكا أقرب للقنبلة. والتقرير ده بيوضح ان الدين العام الامريكي دلوقتي وصل ل 37.9 تريليون دولار. انت ممكن تكون متخيل انك مستوعب الرقم، بس الحقيقة ان العقل البشري ما يقدرش يستوعب رقم زي ده بسهولة خالص. عارف يعني ايه بلد تكون مديونة بحوالي 38 ألف مليار دولار كاملين؟ حد متخيل الرقم ده؟ عشان اقرب لك الموضوع لذهنك شوية، طيب هقول لكم مشهد تخيلي بسيط هيوصل لك الصورة. خلينا نتخيل مع بعض ان حضرتك يلي بتشاهدني دلوقتي انك لو كنت مواطن امريكي عايش في نيويورك ولا واشنطن، فانت بلدك دلوقتي اصبحت بتستلف حوالي 25 مليار دولار كل 24 ساعة، وحاليا حكومتك نفسها بتمر بحالة اغلاق عشان الكونجرس بتاعك مش قادرين ينفقوا على شكل الميزانية والانفاق الحكومي لحد دلوقتي. بقالهم داخلين في اسبوعين، ومع كل يوم بيمر في الاسبوعين دول البلد بتخسر 15 مليار دولار كتأثير مباشر للإغلاق ووقف الحال ده. وعايز اقول لكم ان الموضوع مش مجرد كلام ولا تهويل، دي ارقام رسمية منشورة من داخل الحكومة الامريكية نفسها، وكلها بتؤكد ان اكبر اقتصاد في العالم داخل دلوقتي على حيطة مالية مسدودة. حد من حضراتكم هيسألني طب هو ليه كل ده بيحصل، وازاي الاقتصاد الامريكي وصل للمرحلة الكارثية دي؟ بص يا صديقي، عشان تفهم كل حاجة خلينا نمهد للموضوع ونفرش له كده فرشة حلوة ونرجع بالزمن لورا كام شهر. شوف يا سيدي، الحكاية بدأت من شهر 7 اللي فات، لما الكونجرس الامريكي قرر يرفع سقف الدين الفيدرالي وزودوه بحوالي 5 تريليون دولار ضمن تعديلات قانون ترامب الجديد، واللي كانوا مسمينه بالنص القانون الجميل الكبير Big Beautiful Bill. طيب يعني ايه يرفعوا سقف الدين؟ يعني باختصار وببساطة كده يا صديقي، امريكا عندها في القانون بتاعها مادة بتحط للحكومة سقف في الاقتراض او حد اقصى ما ينفعش الدين العام اللي على البلد يزيد عنه. والسقف ده قبل ما القانون يتطبق كان حده الاقصى وصل لحوالي 36.1 تريليون دولار. بس المشكلة ان البلد كانت خلاص داخلة على مرحلة الشلل الكامل، لان الحكومة عندهم مش معاها فلوس والدنيا بايظة تماما، ومصاريفهم اكتر من اللي بيدخلوه، فبالتالي لازم يستلفوا ويستدينوا مرة تانية عشان الدنيا تفضل مكملة والبلد ما تقفش. وكان في جدل كبير عندهم هناك على الموضوع ده لحد ما ترامب مسك الرئاسة وقدر انه يمرر القانون بتاعه، واللي هيسمح بزيادة سقف الاستدانة لحد 41.1 تريليون دولار. يعني هيديهم مساحة 5 تريليون دولار يلعبوا بيهم لحد ما يخلصوا ويرجعوا يستلفوا تاني، وهكذا لحد ما يشوفوا حل للمشكلة العويصة اللي بتهدد اقتصاد أمريكا كله بالانهيار، ويشوفوا هيعرفوا يحلوها ازاي، لأنها محتاجة وقت ومشكلة اقتصادية مش سهلة. طيب حد آخر من حضراتكم هيسألني طب بعد ما القانون الجديد ده اتطبق ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا صديقي ان القرار ده بمجرد ما تم تطبيقه فتح الباب لان الحكومة ترجع تستلف تاني براحتها. ومن ساعتها ولحد اللحظة اللي انت بتشاهد فيها الفيديو ده الدين العام زاد بمقدار 1.7 تريليون دولار، منهم 400 مليار في الشهر اللي فات فقط. عارف الرقم ده معناه ايه؟
معناه ان امريكا دلوقتي اصبحت مديونة باكتر من حجم اقتصادها بنسبة 124%. نبسطها، يعني نسبة الديون اكبر من نسبة الاقتصاد الامريكي كله بحوالي 24% كاملين. بس المشكلة الحقيقية مش في مجرد الرقم ده وبس، المشكلة الحقيقية واللي هي بالنسبة لهم أقرب لمصيبة هي إن الحكومة الأمريكية حاليا أصبحت بتدفع أكتر من 1.2 تريليون دولار في السنة على الفوائد بس. أيوة أنت سمعت صح، فوائد بس 1.2 تريليون دولار، ده غير أصل الدين نفسه. يعني بالشكل ده كده أمريكا أصبحت حاليا بتدفع على أقساط خدمة فوائد الديون بس أكتر ما بتصرف على ميزانية الدفاع والجيش الأمريكي كله. ومع المبالغ الخزعبلية اللي بتدفع دي، طبعا الاتفاق والإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية دلوقتي بدأ إن هو يتقلص. ما بقاش عندهم قدرة إن هم ينفقوا على البنية التحتية ولا الصحة ولا أي خدمة تمس المواطن، لدرجة إن في مدن كتيرة في أمريكا دلوقتي أصبح المواطن الأمريكي شايف الخدمات اللي هو كان بيحصل عليها زمان بتقل، والبنية التحتية عنده متدمرة ومحدش بيصرف عليها ولا بيعمل فيها حاجة، عشان الديون بتاكل الميزانية ومش سايبة حاجة تتصرف على الناس. ده كان الوضع لفترة طويلة وبقاله سنين مستمر على الحال ده، لحد ما جه ترامب وقرر انه يحاول يصلح المشكلة من خلال انه يعتمد على سلاح الرسوم الجمركية. وبالفعل بدأ ترامب حرب تجارية كبيرة مع العالم كله، وفرض جمارك على معظم دول الكوكب بما فيهم الصين، اللي فرض على منتجاتها جمارك وصلت ل 245%. وبسبب ده وبناء على الأرقام الرسمية فإجمالي الرسوم الجمركية زادت بنسبة 273% السنة دي فقط. ونجح بالفعل في أنه يجمع 21 مليار دولار في شهر واحد بس، وده رقم قياسي ما حصلش قبل كده تقريبا. بس المشكلة أنه ما زال ولا حاجة أمام 1200 مليار اللي محتاج يجيبهم عشان بس يغطي فوائد الديون، والفايدة مع كل يوم بيعدي بتزيد وبتزود الأزمة أكتر وأكتر. طيب ده معناه إيه؟ معناه يا صديقي إن أمريكا لو فضلت ماشية بالشكل ده كده هيحصل عندهم كارثة اقتصادية. وطبعا أمريكا مش هتنهار في يوم وليلة، ولكنها بحسب آراء الاقتصاديين هتفلس ببطء، زيها زي الإمبراطوريات الكبيرة اللي جت قبل كده على مر التاريخ وبدأت تنهار تدريجيا بسبب الديون والأزمات المالية لحد ما انتهت تماما. لكن طبعا زي ما انت عارف هم مش هيسكتوا ومش هيسيبوا نفسهم ينهاروا أكيد بسهولة، وبسبب قدر الديون اللي عليهم ده فهو دلوقتي ما بقاش في حل واقعي يخليهم يقدروا يسدوها بطريقة طبيعية. المبالغ خلاص بقت خرافية، ومعظم الخبراء الاقتصاديين بيقولوا ان الديون الامريكيه وصلت لمرحله انها لا يمكن سدادها خلاص. يعني الموضوع بالنسبه لهم اصبح مستحيل ان هم يقدروا يسددوا المبالغ دي. وعشان كده وبناء على دراسات مهمه وسريه انا قريتها، والنتيجه اني بقول لحضرتك ان امريكا دلوقتي بتخطط لاكبر عمليه نصب وسرقه ماليه هتنفذها على العالم كله في التاريخ، وناويين انهم قريب قوي يلبسوا العالم في ديونهم ويخرجوا هم منها زي الشعرة من العجين ويصفروها كلها بدون ما يتحملوا منها إلا أقل القليل. وسلاح عملية النصب الكبرى دي هيكون حاجتين اتنين، الذهب والبيتكوين. واللي هيشيل الديون دي كلها هو أنا وإنت وكل شخص عايش في العالم ومازال بيتعامل تحت أسس النظام العالمي اللي بتديره أمريكا. طب إزاي ده هيحصل؟ وهل بيحصل أصلا دلوقتي ولا لأ؟ القصة دي تحديدا يا صديقي طويلة جدا ومذهلة، وهنكشف لك فيها مصايب انت بنسبة 90% ما تعرفش عنها اي حاجة، لان الاعلام ما بيتكلمش عنها خالص ومحدش اصلا متابعها غير المؤسسات الاقتصادية الكبيرة المتخصصة. وعشان كده دلوقتي بيتجهوا جميعا لشراء الذهب بكميات ضخمة جدا عشان يحضروا للحرب الاقتصادية الكبرى اللي جاية. ان شاء الله هحكي لكم التفاصيل دي في فيديو اخر لاحق بكرة بإذن الله، عشان ناخدها مع بعض واحدة واحدة لحد ما يوصلك اللي بيدور في الكواليس كله. فخليك منتظر لان القصة شيقة وطويلة. واخيرا ما تنساش انك تعمل شير للفيديو علشان الموضوع يوصل لغيرك ويستفيد ويعرف ايه اللي بيدور في العالم حاليا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وكان معكم احمد جلال، وللحديث دايما بقية ان شاء الله. اشوفكم دايما على خير. تحيا مصر.